رشدي بالقسمي قادم من المسرح شغوف بالتراث مولع بالهوامش وبالمنسيين. كان قدم عرض واعظ عصيتم وهو حائز على جائزة أولفرنبورغ للفن والثقافة بعنوان سنة 16 و2000. تفرغ منذ 4 أشهر للإعداد لعرض كوليغرافي هو تواصل لمشروع فني متكامل. هؤلاء الذين أدخلوا البهجة على شوارع تونس مع بداية القرن، ولكن المجتمع والرسميات اتفقا على تناسيهم، فسقطوا من ذاكرة تراث شعبي لم يحتفظ سوى بأسماء كزينة وعزيزة وخيرة عبيد الله وآخرين ممن كانوا داخل السياق الرسمي والتاريخي آنذاك. منهم النادل وصانع الحلاق وصانع الجزار الذين كانوا وبعد انقضاء يوم عمل كامل يقترحون عروضا بالأحياء الشعبية، عروض موسيقية بهلوانية تحتاج إلى مهارات كبيرة كانوا يمتلكونها، ومع ذلك فقد كانوا كحب عابر كسحابة صيف أراد رشدي بالقسمي أن تمطر فتجود بعرض كوريغرافي فيه عرفان ورد واعتبار لهؤلاء. اللي ما يعرفش جوجلي ما يعرفوش برشا، حتى من الراقصين ما يعرفوش. اللي هو شخصيه من شخصيات الرقص الشعبي القديم في عشرينيات القرن الماضي. كانت توجد في تقول انت عند الجزاره المركزيه العطاره، البلايص هذيك اللي هي كانت في النهار تخدم خدمتها العاديه وفي الليل تتحول لفضاءات احتفاليه. الشخصيه هذيك كانت معناها كان جونغلور يلعب بالقليل، يلعب بالكراسي، كان وسيرفر كان يسرب القهوه والتي وغيرها، فكان يقدم فن كامل، فرجه كامله. العمل في اعتقادي عمل مهم جدا، لأنه يتجاوز العمل الكوريغرافي والرقص العادي إلى بحث وسبر في أغوار التراث والذاكرة الشعبية الفنية الثقافية الوطنية. رشدي بالقسمي كان لابد وهو المعروف بجرأته أن يقدم عرضا بعيدا عن النمطية الفولكلورية، عرض دام ساعة كان مساحة لنفض غبار الذاكرة والبحث عن مصالحة ما ليست مع التراث فقط ولكن مع الجسد. رشدي بالقسمي حضرت له برشا عروض، تحدى روحه زاده في العرض هذا ونجح، ديما جريء في عروضه، لكن اليوم كان فيها برشا جرأة وبرشا مصالحة مع تراثنا ومع حقيقتنا زاده ومع هويتنا. احتفل رشدي بالقسمي بالمنسيين متمردا على ذاكرة الشعبية، هو هكذا لا يطرق سوى أبواب المتناقضات والتاريخ الموازي وكل ما من شأنه أن يزعج، أليس الفن إزعاجا؟